أهلا ومرحبا بكم الناس الكل. مكملين مع وصفات رمضانية، ووصفة اليوم هي بريك مثلثات أو بريك سمسة كما نقولولو، بحشو ساهل وبنين، والنتيجة بريكات مرتوبين وبنان يعملوا الكيف. الطريقة سهلة، تابعوها معايا في الفيديو. المقادير وطريقة التحضير مكتوبين في صندوق الوصف تحت الفيديو. نبداو بطريقة تحضير الحشو. خذيت كعبة بطاطا صغيرة، صمتها ورفستها. نضيف زوز مغارف كبار قوطة، جبن مرحي أي نوع متوفر عندكم، تن، معدنوس مقصوص جويد ومذبل. خلطهم شوية. من بعد نضيف بيضة كاملة، ملح وفلفل أكحل. خلطهم مليح، والحشو ما يكونش جاري برشا، يكون بالقوام هذا. نتعداو لطريقة تشكيل البريك. خذيت أوراق ملصوقة بكوات، نجمو تستعملوا ملصوقة ديري كيما تحبوا، وقصيت سيور وعرض كل كعبة فيها 6 سنتيمتر، وخليتهم مغطين، راهم ضروري برشا باش مش يحولناش، أو كان ناخو بالكعبة نحضرها ونغطيها. الطريقة سهلة، حبيت نجرب لكم كعبة من غير حشو باش تشوفوا الطريقة أوضح. هوني بديت في التشكيل، ناخو شوية من الحشو حطيته من اللوطة، ونثني بالطريقة هذه، وديما ننزلو باش تجينا كعبة مرتوبة ومكبوسة، وما يخرج لناش الحشو في القليان. وباش نضمنو أكثر اللي ما تحللناش الكعبة في القليان، ندهن الطرف الأخراني هذاك بشوية فرينة محلولة في الماء، وهكاك تتسكر لي الكعبة بسهولة، ونضمن اللي هي تقعد مسكرة. نكملوا بنفس الطريقة. حبيت نقرب لكم الكاميرا أكثر باش تشوفوا عن قرب، ويدكم راي وحدها وحدها تاخوا على التشكيل وتكملوهم في ساعة في ساعة. هوني كملت تشكيل كعبات البريك، ما شاء الله جاو كعبات مرتوبين يعملوا الكيف، ومقعد لنا كان باش نقليوهم. واللي يحب يعملهم في الفور زيدا راهو ينجم، تدهنوهم بالزبدة وتحطوهم في فور سخون على 180 درجة، يشعل من فوقهم اللوطة مدة 15 إلى 20 دقيقة لين يحمروا. هوني سخنت الزيت متاعي مليح، ردوا بالنا ديما الزيت يكون سخون بالباهي، وقليت كعبات البريك من جهتين لين يحمروا. كيف يحضروا؟ نسقطوهم مليح من الزيت، ونزيدو نحطوهم على بابي كويزين باش يزيد يمتصك الزيت الزايد الكل. بريك نحضر جاي ما شاء الله بنين ويتكرمش يعمل الكيف، نودكم وما نشهيكم. ان شاء الله وصفتنا اليوم عجبتكم، وان شاء الله تجربوها، وما قعد لي كان نقول لكم شهية طيبة، وملتقانا في الوصفة الجاية ان شاء الله.